السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد النهاردة على قناة هيستوريا مع متخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة. النهاردة هنتابع سلسلة موضوعات التاريخ، وهنتكلم عن عصر مهم جدا، وهو عصر بداية الأسرات خالص. هو عصر العتيق. العصر العتيق مهم جدا، مش عشان هو عصر صغير، لا، له أهمية تاريخية وأثرية كبيرة جدا، أثرت على السياسة الداخلية والخارجية في مصر، وعلاقتها بجيرانها، وعلاقة مصر الداخلية بنفسها، واللي أرست قواعد الحكم والنظام السياسي. طيب، العصر العتيق ده يعني إيه عصر عتيق؟ العصر العتيق سمي بالعصر العتيق لأنه أقدم عصر أسري، أو أقدم عصر عرفته مصر بالنسبة لترتيب الأسر، وهو أول عصر تم تنشئة النظام السياسي في مصر، ونظام نقل العرش من شخص إلى آخر من خلال صلة الدم، أو نقل العرش من آخر من خلال الصفة الملكية أو الصفة الأسرية، إن العرش ينتقل من شخص لآخر من نفس الأسرة ومن نفس الدم. وده إرساء لبعض القواعد السياسية اللي مشي عليها التاريخ المصري كله لحد نهاية التاريخ المصري القديم. سمي له بعض الأسماء الأخرى، ومنها العصر الثيني، وده نسبة لمدينة ثنا اللي انتمى إليها ملوك الأسرتين، الأسرة الأولى والثانية. العصر العتيق بيتكون من أسرتين، الأسرة الأولى والثانية. ومدينة ثنا دي يقال إن هي بالقرب من مدينة جرجة، أو أقيمت مدينة جرجة على بقايا مدينة ثنا، والدليل إن مدينة ثنا بالقرب منها مدينة أبيدوس اللي عثر فيها على مجموعة من مقابر الملوك اللي بيرجعوا للعصر العتيق. عشان كده بنقول إن هي دي المدينة طبقا للآثار اللي موجودة والشواهد الأثرية اللي موجودة. طيب، الملوك ما كانوش بيستقروا في الفترة دي كلها في مدينة ثنا اللي هي مسقط رأسهم أو مدينة حكمهم، ولكن كانوا بينتقلوا من آن إلى آخر إلى مدينة منف إنب حج، أو مدينة الجدار الأبيض، اللي تم نشأتها مع أول ملك من ملوك الأسرتين. يعني أول ملك من ملوك الأسرة الأولى وهو الملك نعرمر، على الرغم من أن بعض المؤرخين بيقال إن مدينة منف لم يتم نشأتها على يد الملك مينا، وتم نشأتها على يد أحد من خلفائه، لكن مفيش دليل على الموضوع ده. طيب، في آراء بتقول إن الملك مينا بنى مدينة إنب حج أو مدينة منف لغرض إنها كانت في المنتصف، أو هي حلقة الوصل ما بين الشمال والجنوب، عشان يقدر يسيطر ما بين الشمال والجنوب. وفي آراء بتقول إنه غير مجرى نهر النيل عشان يبني المدينة، لكن برضه مفيش أدلة على ده. طيب، مدينة ثنا على مر العصور لها قوة سياسية كبيرة جدا، وكان بيتم تقديسها من ملوك مصر كلها حتى العصر الأسرة الثلاثين، وده لأنها رمز للبداية السياسية ورمز لإرساء الحكم في مصر القديمة. مقرها كانت مقر الأسرة الأولى والثانية. مدينة ثنا فيها آثار كتير جدا، ولكن محتاجة يتعمل بها اكتشافات أثرية علشان نقدر نوصل للتاريخ العميق بتاعها، ونقدر نعمل عليها دراسات قوية جدا من خلال العصور التاريخية وإيه اللي حصل في مدينة ثنا. لكن زي ما قلنا قبل كده، هي مبنية عليها على أنقاضها مدينة تانية. طيب، احنا دلوقتي اتكلمنا على مدينة ثنا اللي هي مقر الأسرتين الأولى والثانية، اللي هو العصر العتيق. بداية إرسال السياسة المصرية القديمة كانت في فترة العصر العتيق. بداية وضع القواعد
أساسية لسياسة مصر القديمة كانت في العصر العتيق. بداية التفكير في التحضر والتعامل كدولة كانت في العصر العتيق. العصر العتيق أهم عنصر من عناصر الفكر التاريخي والفكر السياسي لأي باحث في الآثار المصرية القديمة، لأنه أسس لحاجات كتيرة جدا، ولكن ما بينالش الجزء الأكبر في البحث العلمي. عشان كده ما عندناش معلومات كبيرة جدا بالنسبة للعصر العتيق. بندخل بعد كده على الأسرتين، الأسرة الأولى والثانية. الأسرة الأولى والثانية هنتكلم عليهم بالنسبة للملوك، بالنسبة لأعمالهم، بالنسبة للحفائر اللي تمت في المناطق بتاعتهم والآثار الخاصة بيهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن دي مقدمة للعصر العتيق ومدينة المدينة السلطة في العصر العتيق. هنتناول إن شاء الله الحلقة الجاية عن السياسة الكاملة لمدينة ثنا ومدينة الجدار الأبيض اللي هي إيني بحج أو مدينة منف، وسياسة ملوك الأسرتين الأولى والثانية. نستنون الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.